صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين والهداة المهديين وحجج الله على العالمين والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. بعثت مع النسيم كتاب شوق يحيي من تغيب في العراق. أنا في كل سنة في هذا المجلس سبحان الله، يعني في يوم مجيئي أكتب هذه القصيدة، في كل سنة تكتب قصيدة في يوم المجيء لهذا المجلس. أسأل الله العالم. هذه بركات مسلم بن عقيل سلام الله. بعثت مع النسيم كتاب شوق يحيي من تغيب في العراق. ألا يا ريح
فضلا خبريه ألا يا ريح فضلا خبريه قلبي سعير الاشتياق كتاب حنين تبعثه فتاة تجرعت الأسى ما لم يطاق إذا من يغشى الناس ناحت عليها الدار تبكي باختناقي بعد سيدتي إذا حلمت بنات الحي يوما إذا حلمت بنات الحي يوما بلهو اللعب حنت للتلاقي يرافقني الأسى والحزن حتى يرافقني الأسى والحزن حتى أناديهم إذا ابتعدا رفاقي لماذا حين أنظر سطح دار يضيق تضيق علي سابعة الطباق ولو أني مررت بسوق قوم تجف كأنها جمر رياقي أبي مال الحسين أبي مال الحسين يكف دمعا وضاق عليه ميسور الخناق على رأسي يمد الكف مسحا كأن اليتم أسرع للتلاقي كأن اليتم أسرع للتلاقي بويا بويا يا بويا بويا بويا
حايل المقدر بويا بويا كان المقدر بيني وبينك حال بويا يا بويا ويا وتنطر تجي شو هذا السفر طال بويا قالوا لي بويا قالوا لي انشتى المجرور بحبال بويا يا بويا قالوا لي انشتى المجرور بحبايا تشوفها عمة تقلها عمة انا ما عندي ابو يقول لي سكتي ويا انا ما عندي ابو يقول لي زقتي ولا عندي اخوينا الشب دمعتي انا مالي ضرر عمتي إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم هاي العبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. إخواني وأعزائي، القرآن الكريم يريد رسم خطوط العقيدة، يريد بيان أسس العقيدة بشكل صحيح وتام. لذلك هناك من الآيات التي بيّنت لنا ربوبية الله وألوهية الله، خصوصا أن القرآن ليس كتابا ذا طابع فلسفي ولا كتاب ذا طابع منطقي أو ذا طابع عقلي. يعني القرآن الكريم يشتمل على فصول عديدة ويتكلم في جميع القيم المعرفية، يتكلم في قضايا عقلية مثلا، في قضايا اجتماعية، في قضايا أسرية، في بناء الفرد، في بناء المجتمع، في علاقات الدول، في علاقات الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالكون. يعني هذه المعارف القرآنية وهذه الطروحات القرآنية على كثرتها في النهاية تؤسس لنا ذلك المنهج العملي في الحياة، والمنهج العملي الذي يقودنا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بداية يجب تنقية الفكر من كل الشوائب، سيما أن القرآن الكريم يتكلم عن واعظ ودافع وباعث. هذا الواعظ والدافع والباعث والمحرك الأساس للإنسان إلى ربه هو فطرته، وقال فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة حرص القرآن على تطهيرها وإبقائها بعيدة
عن كل ما يشوبها. أراد من الإنسان تنقية هذه الفطرة، لأن كثير من القضايا هي التي تلوث فطرة الإنسان، وإذا لوثت هذه الفطرة للأسف يقع الإنسان في المحذور. تأملوا أيها الأحبة حتى ندخل في هذه الآية الكريمة والمباحث الكثيرة التي تحتويها. إن ربكم الله، هنا يأتي التوكيد بحرف إن ربكم الله. الآية تحمل مجموعة من التوكيدات لتثبت أهم قيمة معرفية. إذا ثبتت الربوبية لله والخالقية والألوهية وثبتت كل الصفات العظيمة له، فإن المنهج السلوكي والمنهج الأخلاقي والقيمي للإنسان سيكون مشتقا من هذا الحق. تأملوا إخواني. ولذلك أشار إمامنا زين العابدين عندما وضع لنا تلك الرسالة العظيمة، رسالة الحقوق: أول حق هو حق الله، وسماه حق الله الأكبر. وأما حق الله الأكبر أو حق الله الأكبر أن تعلم أنه خالقك. إذا دان الإنسان لله، وإذا خضع الإنسان لله ودخل في ولاية الله، عند ذلك تسري عليه الأوامر الإلهية، ويعي جيدا أن المنتج الديني وأن كل ما وظفه هذا القرآن الكريم للإنسان إنما هو جاء لتلبيس الإنسان أجمل ثوب. لاحظوا إخواني، خلونا نضع بين هلالين. التكاليف الشرعية والإيمان بالله هو ما يزين الإنسان، ما يضيف على الإنسان الحسن والزينة. ولذلك تعرية الإنسان من القيم المعرفية، تعرية الإنسان من هذه العقائد التي تدفعه نحو الله، فإن ذلك دفع في الإنسان إلى العبثية. يقع الإنسان في العبث، يقع الإنسان في حالة من التضارب. الله سبحانه وتعالى عندما يؤمن الإنسان به يعني تدور كل القضايا في مركزية واحدة. سيما أن الآية لاحظوا كيف انتقلت: الذي إن الله، لاحظوا، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ركزوا إخواني، موضوع الاستواء على العرش، أنا الآن لست بصدد التفسير، لكن موضوع الاستواء على العرش هو إشارة إلى التدبير بأن كل العلل المؤثرة في هذا الكون، ركزوا، كل العلل المؤثرة في هذا الكون، لأننا ننتمي إلى عالم الخلق. هناك عالم أمر وهناك عالم خلق. عالم الخلق، عالم الملكوت، عالم الدنيا، ركزوا، فيه ما يؤثر كثير من العلل والأسباب، يؤثر بعضها على البعض. إذا أردنا أن نوجد النبات، كيف نوجد النبات؟ نحتاج إلى مجموعة من الأسباب. نحتاج إلى الجو الملائم، نحتاج إلى الماء، نحتاج إلى التربة الصالحة، نحتاج إلى الهواء، نحتاج إلى طقس معين، هذه كلها علل. فبالتالي أي العلل مؤثرة في وجود النبات؟ وإذا كان الماء، وإذا كان الضوء، وإذا كانت التربة، وإذا كانت العوامل الخارجية الأخرى كلها مؤثرة في إنتاج هذا النبات وإبقائه وديموميته وحياته وإثماره، هل هذه العلل هي خالقة؟ هل هذه العلل هي مؤثرة مثلا في مدلول خلق النبات؟ لاحظوا الآية أرادت أن تعالج هذه المسألة. أذكر أن شخصا جاء للإمام الصادق وبيده قطعة من اللحم، وضعها. قطعة اللحم هذه بعد أن تركت فترة من الزمان وأصابها التعفن وخرجت منها ديدان، أبو شاكر الديصاني فقال: أيها الناس، انظروا إلى هذه قطعة اللحم، أنا الذي أوجدتها،
أنا اللي هيئت إلها هاي الظروف، أنا الذي خلقت هذه الديدان، أنا الذي خلقت هذه الديدان، فأنا خالق. طبعا لا أحد يستطيع أن يرد عليه، لأنهم رأوا بأم أعينهم كيف بقيت هذه القطعة مدة من الزمن ثم تعفنت الموضوع. لاحظوا الإمام الصادق ماذا سأله، قال: إن كنت خالقها فأنت مالك أمرها وأنت الولي عليها، أنت خالقها. لاحظوا في آية أخرى في سورة الأعراف أيضا: الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ما من شفيع، ثم تذكر الآية في موضوع الولاية: ما من ولي. الولي هو الذي له السلطة، الولي هو الذي له القدرة في تحريك كل أسس الكون. ركزوا شبابنا. الإمام الصادق عليه السلام سأل أبا شاكر الديصاني فقال: إن كنت خالقها فأنت مالكها، ما هو عدد الذكران منها من الإناث؟ دلنا على الذكران من هذه الديدان والإناث. ثم إذا قصدت هذه الديدان في هذا الاتجاه فمرها أن تتجه إلى الاتجاه الآخر، باعتبار أنت مسيطر عليها ومالكها. إذا هي متجهة بهذا الاتجاه أنت أمرها أن تتجه بهذا الاتجاه. فبهت الذي كفر، بهت، لا قدرة له على ذلك. فبالتالي هنا أيها الإخوة ما يؤثر في هذا الكون من أسباب وعلل، هل هي علل تامة في الخلق؟ هي ليست علل تامة، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجد عالم الدنيا، عالم التكوين، أوجد هذا العالم، عالم الخلق، ليبتني على مجموعة من العلل والأسباب، بعضها يؤثر في البعض الآخر، ولكن جميعها تندرج إلى ولاية الله عز وجل، والمحرك الأساسي والمؤثر الأساسي فيها هو الله. ما هي النظرة الأخلاقية في هذه القيمة المعرفية؟ فيتبين أن القوة التي أملكها، وأن السلطة التي أملكها، وأن القدرة، وأن الإمكانية كلها زائلة، لأنها باعتبار وليست بحقيقة، وفرق بين الاعتبار والحقيقة. فالقوة مهما كانت قوة عندي أعرف أن هذه القوة تعود إلى الله سبحانه وتعالى. مهما أكون مؤثر أعرف أن أساس التأثير هو من الله سبحانه وتعالى. هنا إذا علم الإنسان عودة كل الأفعال والعلل والأسباب إلى مؤسسها وإلى خالقها وإلى مدبرها، عند ذلك تبدأ موضوع توحيد الله ومعرفة الله واختصاص الله بالوحدانية. هو لماذا واحد أحد؟ لو سألتك أن الله واحد تقول هذا المنبر واحد، هذا الجهاز واحد، هذا الخاتم واحد، لكن فرق. واحدية الله وأحدية الله ليست هي جزء من مركب، وليست هي مركبة من أجزاء، فهو واحد أحد مستقل بذاته مؤثر في كل عوالم الإمكان. ونحن إذا أردنا أمرا لا يتم إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يكون إلا بإذنه، لا يكون إلا بأمره، لا يكون إلا برضاه سبحانه وتعالى. تأملوا: إن ربكم الله، شوفوا الآية: إن ربكم الله. لماذا تشير الآيات إلى الربوبية؟ كثير من الناس تعتقد بأن الله إله، لكنها تنحرف في موضوع الربوبية إلى غير الله. فتأتي الآية كما تريد أن تثبت الألوهية لله تثبت له الربوبية. الربوبية هي التربية، الربوبية هي تبني هذا الوجود حتى يزداد هذا الوجود، ويتبني تأثير هذا الوجود.
فالآيات الكريمة تقول أنه هو الله الإله الواحد الأحد وهو ربكم ورب آبائكم، يعني ليس هناك سبب مؤثر لا يعود إليه سبحانه وتعالى، ليس هناك علة في هذا الكون لا تعود إلى الله سبحانه وتعالى، فهو المؤثر وهو رب الأرباب. لاحظوا. ثم تشير مثلا الآيات أيضا أشارت إلى موضوع العرش. خلي أضرب لكم فد مثال. إذا أردنا أن ننشئ مجتمع، في كل دولة هناك مجتمع بشري مثلا، هذا المجتمع البشري تختلف إراداته، تختلف مشيئاته، تختلف، فهناك عدة إرادات وهناك مشيئة مختلفة وهناك توجهات مختلفة. حتى لا يصيب هذا المجتمع الشتات نحتاج إلى رؤية واحدة تربط كل هذا المجتمع. لذلك لاحظوا هناك إشارة إلى الكرسي من قبل القرآن وإشارة إلى العرش. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يشير إلى أن كل ما في هذا الوجود كحلقة قياسا إلى الكرسي، وأن الكرسي إلى العرش كنفس النسبة. العرش هو ما يوحي بالسلطان والتدبير، ولذلك العرش قد يشار إليه بأنه ما له سقف أو ما ليس له سقف في مكان مرتفع، ولكنه يشير إلى التدبير والحكم والسلطنة. الله سبحانه وتعالى يشير إلى عرشه بأنه مدبره. الذي على العرش استوى، لاحظوا على العرش استوى. استوى الإمام الصادق سلام الله عليه بعد أن يصل الكثير من الفهم الخاطئ، لأن الإمام يسأل ما يقول الناس في هذه، يقول الاستواء الجلوس على العرش، وقالوا إن لعرش الله يسمع أطيط كما يتحرك، يعني يسمع منه صوت لثقل الله. الإمام يدعو إلى تكفير مثل هذه الرؤية، أن الله عز وجل لا يحمله عرش وهو محيط بكل شيء وهو خالق كل شيء. الإمام يقول على العرش استوى، ليس شيء أقرب إليه من شيء، فخالق النملة هو خالق النخلة. ليس هناك ما يعجز الله عز وجل في الخلق، يعني ليس هناك مخلوق يسير على الله خلقه وأن هناك مخلوق صعب على الله خلقه. الله بالنسبة إلى جميع الخلق بنسبة الخلق واحدة، على العرش استوى. لاحظوا إخواني، شوفوا رؤية أهل البيت عليهم السلام في تفهيمنا لكتاب الله، كيف يفهموننا كتاب الله. لاحظوا كيف يفهموننا كتاب الله وبأي لغة. فيقول إن السماوات السبع والأرضون السبع في جنب الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلات، والكرسي عند العرش كذلك. لا، كيف أشارت الرواية إلى أن الاستواء ليس استواء جلوس كما يدعي القوم، كما يدعي غير أهل البيت عليهم السلام. إذن لاحظوا إخواني، هذا المجتمع إذا أراد أن يتكون هذا المجتمع في أمة ما، يحتاج أن نلخص مجموعة تحت أوامر معينة، ومجموعة أخرى تحت أوامر أو تحت كرسي معين، يعني تتعدد الكراسي حتى تؤدي شؤون تلك الدولة. لكل كرسي مثلا أمر معين. هذه الكراسي المتعددة جميعها لإدارة شؤون دولة ما أو مجتمع ما تعود كلها إلى كرسي آخر. هنا يتبين وحدة النظام.
أن الأوامر مهما كانت كثيرة لكنها تعود إلى أمر واحد، وهو الله عز وجل الذي استوى على عرشه وعلى عرش الحكم. لاحظوا إخواني، لماذا يشير القرآن إلى موضوع العرش؟ أشار إلى تدبيره سبحانه وتعالى، أنه هو مدبر شؤون كل هذا الخلق، وكل هذا الخلق يعود إليه. إذن الأوامر التي تصدر من الله، العرش هو محل أوامر الله سبحانه وتعالى، ومحل إدارة شؤون كل هذا الكون. ولذلك شوفوا علاقة أهل البيت بالعرش. علاقة أهل البيت بالعرش، لدينا روايات أنهم أسماؤهم مكتوبة على عرش الله. في الرواية أن آدم يذكر، قال يا آدم لما أقسمت علي بهذه الأسماء؟ قال يا رب وجدت أسماءهم مكتوبة على ساق العرش، مكتوبة أسماءهم على ساق العرش، بمعنى أن الأوامر الصادرة إلى محل العرش وهو محل الحكم تصدر أسماؤه، تصدر أوامر الله عز وجل إلى مكان إدارة شؤون هذا الكون. وأقرب الخلق إلى الله هو محل أخذ الأمر من الله، ثم تحويل هذا الأمر إلى مدبرية هذا الكون. شوفوا أخواني، الله عز وجل جعل للرزق من يدبره، جعل للمطر من يدبره، جعل للحياة من يدبرها، جعل للموت من يدبره. هذا بحث مرتبط بأسماء الله. أسماء الله هي الحقائق الخارجية الموجودة التي تدبر شؤون الكون بأسره. في موضوع الإماتة مثلا، القرآن الكريم يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. من الذي يتوفى الأنفس؟ الله سبحانه وتعالى. لكن تأتي في آيات أخرى الذين تتوفاهم الملائكة، أو في آية قل يتوفاكم ملك الموت. يعني هل لملك الموت تدبير وقبض للأرواح وتوفي للأنفس خارج أمر الله؟ يعني إرادته في عرض إرادة الله، أن لله إرادة ولملك الموت إرادة، هذا فعل من ملك الموت وهذا فعل من الله. لا يقبل مثل هذا الكلام. إذن فما الذي يقبل؟ أن فعل الله يجري على يد ملك الموت. إذن في أفعال الله وتدبير شؤون الكون جعل الله عز وجل حقائق ومخلوقات تؤدي تدبير هذا الكون. هذه المخلوقات جميعها تستلم الأوامر من محل عرش الله، ومحل عرش الله، محل عرش الله هو محل أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، المتمثل بمحمد وآل محمد. لاحظوا أخواني أن هذا العرش هو محل صدور الأوامر، وهو مكان ما يمثل سلطان الله وعظمة الله وإلوهية الله. لكن هذه الأوامر الصادرة منه تصدر إلى هذا المحل، ثم من هذا المحل إلى كل الخلق. لاحظوا الآية الكريمة، كيف تشير الآية الكريمة إلى هذا المدلول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. طبعا الأيام مو هاي الأيام أيامنا 24 ساعة، الأيام مراحل. سامع أنت كلام الإمام أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، يعني في 6 أيام على مراحل. لماذا خلق الله الخلق على مراحل؟ لماذا لم يخلقه مرة واحدة؟ هل النقص في تدبيره وخالقيته، أم النقص في
في المخلوق نفسه. تأملوا في هاي العبارة أخواني. عالم الخلق لا يوجد إلا من إذا توفرت مجموعة من العلل. يعني الخلل وين؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، هذا في عالم الأمر. ولذلك يسألونك عن الروح، قل الروح من أمري، هذا عالم الأمر، يعني يكون بأمر الله مباشرة. لكن عالم الخلق لا يوجد إلا إذا توفرت مجموعة من العلل. أنا وأنت كيف وجدنا؟ لابد أن يوجد أب ويوجد أم وعلاقة بينهما، ويوجد جد ويوجد أسرة ويوجد مجموعة من القضايا لا بد لها أن توجد حتى أنا وأنت نوجد. فليس الخلل في خالقيته، ليس نقص في تدبيره، بل النقص وين؟ فينا نحن، احنا اللي عندنا نقص. فيوجد الله عز وجل كل هذه العلل والأسباب بعضها يتلو البعض حتى يتوفر شروط وجودنا أنا وإنت، حتى يتوفر. فلاحظوا يا إخواني تدبير الله. قالت الآية: الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذا الاستواء هو إلوهيته. يدبر الأمر، ما من شفيع. شوفوا إخواني، حتى من دون إطالة، مجرد تركيز القول الليلة. ماذا يعني الشفيع؟ ما من شفيع. ايش تعني الشفاعة؟ طبعا الشفاعة في القرآن الكريم جاءت على آيات متعددة. هناك كثير من الآيات تحدثت في الشفاعة. إذا أردنا أن نفهم المدلول القرآني علينا أن نفهم السياق الذي جاءت فيه المفردة، لأن المفردة من خلال السياق يتغير عملها ويتغير فهمها. يعني أنت وين ما لقيت شفاعة تصورها هي نفس المعنى. لدينا شفاعة تكوينية، لدينا شفاعة إيجادية، لدينا شفاعة مثلا عرفية أو الشفاعة المعروفة. لاحظوا إخواني، يقول ما من شفيع. ركزوا وياي. الله سبحانه وتعالى يقول هناك نقص في الموجود. إذا وجدت علل هذا الموجود يحتاج إلى شفاعة. هذه الشفاعة لا تكون إلا له. خلي أضرب لك مثال. الآن لو أوجدنا كل علل الشفاء لمرض معين، هناك مرض، نأتي بكل علل الشفاء نضعها، نأتي بالدواء، كيف نستخدم الدواء، بأي أسلوب. هل الدواء إذا وجد أوجد الشفاء؟ ركزوا إخواني. نقول هذا مريض ونبحث عن شفائه، فنأتي بالدواء ونستخدم الدواء، وكل ما ينقص هذا المريض نأتي به. هل يتم الشفاء أم لا يتم؟ لا يتم إلا بوجود السبب الأساسي وهو الله. بعد مثال أيسر لك الموضوع. لو جئنا بالماء مثلا، هذا الماء يذهب العطش لو لا؟ إخواني الماء يذهب العطش. هذا الماء هل يستطيع أن يذهب العطش لولا أن الله عز وجل جعله كذلك؟ يعني هذا الماء مع كل ما فيه من علل، لولا شفاعة الله ما كان قادرا على إذهاب العطش. وليدي اسكت، تأمل. يعني لابد من وجود. لذلك يقول ما من شفيع غيره إلا من بعد إذنه. شرقوا وغربوا، كل محاولات الخلق ومحاولات الإيجاد ومحاولات الشفاء وكل المحاولات لا تكون إلا بإذنه.
هو السبب الأساسي في إيجاد الحياة وإيجاد العلل وجعل كل علة تؤدي مؤداها. إذن لاحظوا يا إخواني، فالآية عندما تقول ما من شفيع، شوفوا الآية الكريمة، إلا من بعد إذنه، يعني العلل التي توجد والتي تستطيع أن تحقق مؤدى لا تحقق إلا بأمره وإذنه. إذن هذه شفاعة. لما يجي واحد ويقول ماكو شفاعة، لماذا؟ لأني أقرأ مثلا في آيات، هاي الآيات تنفي الشفاعة. لاحظوا مثلا، خلي أقرأ لكم بعض الآيات التي تنفي الشفاعة. قالت وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الآية جاي تضرب الشفاعة. لاحظوا مثلا، يقول للذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. لاحظوا الآية، كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أنا ما أريد أركز كلامي في الشفاعة، لكن أعطي فقط مدلول الآية اللي بدأنا بها. إذن يا إخواني، القرآن عندما تناول الشفاعة مر الشفاعة يقصد فيها أنها القسم الآخر لسد نقص الأسباب المادية لإيجاد الحياة، وهي خاصة بالله. ومر ينفي الشفاعة في تصورات اليهود. اليهود كانوا يعتقدون بنحو من أنحاء الشفاعة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هذه الشفاعة ممتنعة عن اليهود لأنهم يعتقدون شفاعة خاصة، وهناك شفاعة أخرى منتفية عند الكفار، عند من أنكر الشفاعة. في النتيجة أن الشفاعة هي إيجاد ما يسد النقص لتحقيق المراد. أحيانا الإنسان يأتي يوم القيامة وعمله وأفعاله غير قادرة على تحقيق المرضات من الله، فيأتي ما يسد النقص الذي يحققه الله. تارة هو يشفع، وأخرى يشير بالشفاعة إلى أهل الشفاعة. ولذلك واحدة من أهم أركان الإيمان بأهل البيت الإيمان برسول الله. يقول رسول الله إن الله قد جعل لي الشفاعة لرسول الله. لا تنال شفاعتنا من أنكرها. شرط الشفاعة أن الإنسان يؤمن بها ويؤمن أن الشفاعة خاصة بالله، وأنه جعلها لأقرب الخلق إليه، وأعظم الشفعاء يوم القيامة هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. لذلك تأملوا أيها الأحبة، فقط أردت تركيز بعض القضايا. إذن يا إخواني، لا نشرق ولا نغرب في فهم كثير من القضايا العقائدية، لأننا قد نستحسن بعض القضايا مثلا فينحرف الإنسان في فكره. الله هو الإله والله هو رب الأرباب. لما جعل مثلا ملك الموت يتصرف بقبض الأرواح، مو ملك الموت رب. لما جعل إسرافيل يسوق الريح، مو إسرافيل رب. لما جعل ميكائيل مثلا يتصرف في الأمطار والأرزاق، مو رب. الربوبية خاصة بالله سبحانه وتعالى. الربوبية خاصة بالله. ولذلك أشارت إلى موضوع خلق السماوات، أشارت الآية إلى مواضيع الخلق ثم إثبات الربوبية،
مو فقط الإلوهية بل الربوبية لله سبحانه وتعالى. سلام الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا مسلم بن عقيل، غريب الكوفة ورسول سيد الشهداء المبعوث من قبله، والذي دعا أهل الكوفة إلى رسالة سيد الشهداء، وكان مبعوث لأمر معين، والتفت حوله الكثير آلاف من الناس، لكن للأسف الشديد المكر والخداع وحب النفس وحب الدنيا والانغماس في المعاصي وعدم خشية الله فرق الناس. هسه نقول لما جاء عبيد الله بن زياد وطرد النعمان بن البشير، وبعدين أشار إلى أن هناك جيش من الشام قد أقبل إليكم، هم لو كان عندهم دين وعندهم إيمان وعندهم ثبات يتشتتون عن مسلم بن عقيل؟ ها؟ لا يمكن. لكن حب الإنسان للدنيا هو الذي يدعوه إلى هذه المفاسد للأسف. فبقي مسلم بن عقيل وحيدا يلتفت يمينا شمالا، ليس له ناصر ينصره، ليس له دال يدله حتى على الطريق، ماكو واحد يدل مسلم بن عقيل، فبقي وحيدا حيرانا. وأكثر من هذا شاعوا بين الناس ما لنا والدخول بين السلاطين، فصار الحسين عليه السلام طالب سلطان، صار الحسين في نظر الناس كما شيعت السلطة والدعاية أنه طالب سلطة حتى تنحرف. وصار مسلم بن عقيل يمشي في أزقة الكوفة سيدي وحيدا، ليس معه من يدله على الطريق، لا ناصر له لا معين، غريب. الروايات تقول والمقاتل تقول حتى وقف على باب دار، يظهر الدار هذه لامرأة تسمى طوعة، وهذه المرأة تنظر من باب الدار، أوضاع مضطربة، الأوضاع المضطربة خوف وحيرة وإعلان حالة من الطوارئ في أزقة وشوارع الكوفة. وإذا هذا الرجل واقف على باب دارها، نظرت لعله غريب هذا يمشي، نظر إليها قال أمة الله ألك أن تسقيني ماء؟ جابت الماء كلمة تكسر القلب والفؤاد، جابت له الماء، هاك الماء، شرب الماء، لكنه ما تزعزع عن بابها، واقف. وهذه عند العرب مو طيبة، أن غريب، أن رجل معين يقف على أبواب الناس، مكروه هذا الموضوع، منهي عنه في الشريعة. إياكم والجلوس في الطرقات، فكيف بأبواب الناس؟ وأيضا منهي عنه في سلوكيات العرب. فقالت له يا هذا أنت عليك آثار، أنت كأنه هذه آثارك تشير إلى أنك شريف وابن أشراف وكريم وابن كرام، أنا لا أجيز لك البقاء على باب داري. زين، قالها أمة الله ألك أن تسقيني شربة ماء؟ ألك أن تسقيني شربة ماء؟ قلنا جابت له الماء، بعد أن شرب قالت يا هذا لا أجيز لك الوقوف على باب داري. قال أمة الله ألك أن تضيفيني هذه الليلة ولعلي مكافيك يوم القيامة؟ أنت تكافئني يوم القيامة؟ إذن من أنت اللي تكافئني يوم القيامة؟
لما سألته عن حاله وأهله وعشيرته، يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا، ون يتفسر من الفاظ. يا 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 ويا ون ون يتقطع من الفاظ. يا هالحرة يا هالحرة ما هم بالبلاد، أنا غريب الدار واهلي عني بعاد. شلون انت؟ منو انت؟ يا من قال له عين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، ويا عشيرة أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مسلم أنا مسلم الفاقد نصيره، بيوم مثل حيرتي مثل حيرتي ما بقت حيرة. يا ساعد الله قلبك يا مسلم. قالت له سيدي مسلم على باب داري، البيت بيتك الكريمة أمتك، أدخلته إلى الدار، أفردت له حجرة، عرضت عليه الطعام أبى، أسبغ الوضوء قام ليلته يصلي. عين بكت على مسلم لا أبكاها الله. أبويا اللي عنده حاجة هذا أبو طاهر ها إلى الصباح يصلي. رأى في المنام أمير المؤمنين ورسول الله يقولان الوحى يا مسلم عجل إلينا، قد اشتاقت إليك القلوب، إنها آخر ليلة لك في هذه الدنيا. يقول اجت المسلم الصبح قالت للفاك الجيش يا حيدر عيدا مراجل عمك تعيد. قالها تشجعيني يا طاعة وبصولة يا تعم تذكريني. أحب أقرأ الأبيات هاي كل سنة. قال هالعزم بالله لرجيش اللي يجيني ما دام صمصام بيميني. خرج إليهم مسلم بن عقيل قاتل قتال الأبطال حتى طلبوا العدة والعدد. هذا مسلم بن عقيل يقول عبيد الله أرسلتكم إلى واحد، كيف لو أني أرسلتكم لمن هو أشد منه شكيمة، ويشير إلى الحسين أبا عبد الله.
قال ابن الأشعث ويلك إنك أرسلتنا إلى بطل من أبطال العرب، ما أرسلتنا إلى جرمقان من جرامقتها ولا بقال من بقاقيلها. ما زال مسلم يقاتل قتال الأبطال حتى انشقوا أمامه 3 فرق، فرقة تجالده بالسيوف، وأخرى ترمي عليه الحجار والقصب المحترق، وفرقة تضربه بالنبال. رحم الله من نادى ومسلما. أيها سيدايا حتى تكاثروا عليه، أضعفه ثقل الحديد عن القتال، ثم ما زال ينظر يمينا وشمالا لا ناصر له ولا معين، حتى تكاثروا عليه فأخذوه أسيرا. خرجت طاعة تناديه خلوا عن ضيفي. صحايا يا عظم خجلتي بي، أنا حرمة ضعيفة وما أقدر أحميك، لا يتركونك كان فد قلبي وداوي. إطاعة إن كان اسلمت منك دوم سلمني على حسين. قال يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة، أصيد كان بهالبلد طبه ويتامى، قولي لهم مسلم يبلغكم سلامة، أجرش على الله والنبي سيد الكونين. دخلوا به إلى قصر ابن زياد، ما سلم عليه مسلم، قال أسلمت أو لم تسلم فإنك مقتول. ثم طلب مسلم بن عقيل ماء ليشرب، أعطوه الماء، كلما أدناه إلى فمه نزل فيه الدم لأنه كان مصابا على ثنايا. ثم قال لو كان من الرزق المحتوم لشربت، ألقى بالماء. ثم أمر ابن زياد أن يؤخذ مسلم إلى أعلى القصر، استمهلهم حتى صلى ركعتين ثم جرت دموعه. قالوا يا مسلم إن الذي يطلب مثل الذي تطلب لا يبكي إذا نزل به ما نزل بك اليوم. قال والله ما على نفسي بكيت، إنما أبكي على حسين وآل حسين. ثم قال السلام عليك أبا عبد الله. رد الحسين عليه وقال وعليك السلام يا مسلم يا ابن عقيل. يا بولي مقدر جرى وشاعت أخباره، رموه القام من قصر الإمارة، أوهان شتل عقبه وبقى الدار، مضى مولى بعد واحد وصل. بويا مصيبة هدم الأجبال، أو من قبل المشيب تشيب الأطفال. ليش
يا صاحب هم شفت ميت يجرون بالأحباب، الحسين قال زينب جيبي لي حميدة، ضمها الى صدره مسحها على راسها. ويلي شلون بحميده، قالت لعمي ارد احاجيك واعتب واخاف العتب ياذيك، ان كان ابوي انقتل يفديك. ايش تردين تقولي؟ قالت لعم ابوي ويانا 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 من زمان ما بين علينا، عمي والكوفة غدارة بينا بينا. شوف لما اندرت بابوها واللي صار بابوها وين باوعت، شافت من واقف، هذا ابو علي، هذا ابو الفضل. لما انصارت عينه على ابو فاضل قالت له يا مسلم يا مسلم وين ذاك اليوم عباس يجيك بشي متى ومفرع الراس، او يشوف شلون صابك نذل الرجاس. اتقله يا عم يا عم انا لا 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 عندي ابوي قل لي سكتي، انا ولا عندي اخوي نشف دمعتي دمعتي، والله مالي ضر غيرك يا عمتي. ويرها مصابة بالحزن روحي أنا روحي، ويرى ونيران القلب فقده. أنا ويرها الشم ظالم ربط جثتي، أنا الشم ظالم ربط جثته، ويرها بحبل والناس ما عندهم حمية، ويا بحبل والناس ما عندهم حمية. الروح لزينب وانطر وانطر خويا داوج روح طول الليل، داوي خويا داوج روح طول الليل. انا وانطر وانطر وقلبي بكل خراب وانكسار يا ابن امي، انا وانطر خويا بناتك من نفج الناس، انا بناتك خويا من نفج الناس، وانطور يلوذن من مرام الحجر فيه، يلوذن من مرام الحجر يا
عادل زينب. تقول لاخويا ويتبي وحق قرآن لو بصدرك، انا ويتبي ترى النار بمخيمنا، انا ترى النار انا بمخيمنا ويتبي ما ظل بس هدم عندي، انا ويتبي الك علا تقول قطعت بي، الك علا تقول اي نشمي تبي تبعان تبعون الرجايب هزلوا زينب، انا تبعون يشد عن خاله محملها، انا يشد عن خاله محملها. تبعون يا اهل الشام ما عدكم، انا يا اهل الشام يا اهل الشام انا ما عدكم تبيعون، كفن بي حتى لف جثة رقية، كفن بي حتى لف جثة رقي. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد وقام للعزاء وصلى على محمد وآل محمد. بارك الله بك، ارفع ليدك جزاك الله خير يا حسين ومصايبه. لجل العين ستشابه، يا حسين ومصايبه، لجل العين ستشابه، لجل العين ستشابه، يا ابن امي وصبيعي بك الدهر سابيني. بارك الله بك يا حسين يا حسين ومصابه، لجل العين ستشابه، يا ابن امي وصبيعيني يا حسين وبك الدهر سابيني يا لجل العين ستشاب يا حسين. اسمع جوابك حفظك الحسين. لجل يا حسين يا حسين
يا ابن أمي وصبي عيني يا حسين ومصابة. راح افتتاحية المجلس نبديها ونذكر الشيخ ياسين الرميثي. أدور عليك يا ابن أمي ولا واحد يدليني، أدور عليك يا ابن أمي ولا حافظينها وعاد انت بضيعي في الصوت يا مظلوم حاكيني، هي أدور عليك يا بارك الله بك. وعاد انت بضيعي في الصوت يا مظلوم حاكيني، هي يا مظلوم الصدق نايم على التربان، الصدق نايم على التربان، اخويا وعلى الوجه مقلوب، الصدق نايم على التربان، اخويا وعلى الوجه مقلوب، الصدق داست عليك الخيل بالميدان من كل صوب، الصدق خويا نزف دمك وكبدك بالسهم مصيوب، لمن يا صبي العين طلعت السهم يا حسين، من كبدك طلع ثلثين، هذا السهم هو الحال ما بينك وما بيني، هدور عليك الله لا يخرس لسانك. وعاد انت يا مظلوم يا مظلوم حاكيني، أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بارك الله بك ما قصرت. شوف حميدة بنت مسلم عليه السلام شو تقول؟ تقول قاعدة بباب الخيم ترسم حميدة، قاعدة بباب الخيم ترسم حميدة وجه ابوها وتبكي وتبوسه بوريده، قاعدة بباب الخيم ترسم حميدة وجه ابوها وتبكي وتبوسه بوريده، من الصبح لليل تحكي ويا الرسم، وبلحيته ومنحرة دنك تشم، وبلحيته ومنحرة دنك تشم. قبل لا تسمع مني واسمع منك سمعني صلاة تليق بمحمد وآل محمد بأعلى أعلى الأصوات. بارك الله بك. ارفع ليدك، ارفع ليدك، جزاك الله خير، جزاك الله خير. شوفك صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. قاعدة باب الخيم ترسم حميدة، قاعدة باب الخيم ترسم حميدة وجه ابوها وتبكي وتبوس بوريده، قاعدة بباب الخيم ترسم حميدة
وجه ابوها وتبكي وتبوس ابوه قاعدة بباب الخيم ترسم حميدة وجه ابوها وتبكي قاعدة بباب الخيم ترسم حميدة وجه ابوها وتبكي من الصبح لليل تحكي ويا الرسيم وبلحيته ومنحر الدين اكتشم من الصبح لليل تحكي بارك الله بيك وبلحيته ومنحر هسه إلك قاعدة بباب الخيم ترسم وجه ابوها وتبكي قاعدة بباب الخيم ترسم اي نشمي وجه ابوها من الصبح لليل تحكي ويا الرسيم وبلحيته ومنحر الدين اكتشم من الصبح لليل بارك الله بيك وبلحيته قاعدة بباب الخيام ترسم حمد بارك الله بيك قاعدة بباب الخيام وجه ابوها وتبكي من الصبح لليل تحكي ويا الرسيم وبلحيته ومنحر الدين اكتشم من الصبح على هواك وبلحيته ومنحر الدين اكتشم قاعدة بباب الخيم ترسم حميدة وجه ابوها وتبكي اسمع منك قاعدة بباب الخيم ترسم حميدة وجه ابوها وتبكي من الصبح وبلحيته الله لا يخرس لسانك من الصبح وبلحيته ومنحره ايديها من الحزن ترجف على هواك ايديها من الحزن ترجف مثل ما ترجف الورق مثل ما ترجف الورق التراب والجو ورجليها تبلل من بكي الفارقة تبلل من الحنان البها يجبرها الحنان البها يجبرها رسم والدنيق تشوبقه رسم والدنيق الخيام تبكي على ما بجاها
تدخن والهوى تحرقه، تدخن حسين يمها قاعد ودمعاته تجري، حسين يمها قاعد ودمعاته تجري، هذا ابوي تقل له ويقل لها ادري، هذا ابوي تقل له من الجذم للراس طفله كلها هم، من الصبح لليل تحكي ويا الرسيم، من الجذم للراس طفله كلها هم، من الصبح لليل تحكي. هسه إلك قاعدة بباب الخيام، ارفع ايدك الايادي اي قاعدة بباب وجه ابوها من الصبح لليل تحكي ويا الرسيم، وبلحيته ومنحر من الصبح لليل تحكي ويا الرسيم، وبلحيته ومنحر عساكر ترسم قبال، عساكر ترسم قبال، تهاوس رايدة تذبح، تهاوس رايدة تذبح بالرسم، عساكر ترسم قبال، عساكر ترسم قبال. الموفق محمد هادي الفهداوي. عساكر ترسم قبال، تهاوس رايدة تذبح، فجور ترسم على عيونه، فجور ترسم على عيونه، بزاغ بس انشفى صبحه، بزاغ بس عطش رسمت على شفافه، عطش رسمت على شفافه، يفيد دلاله وجرحه، رغم كل شي وصعد مهره، ولزم سيفه ولزم رمحه، ولزم سيفه ولزم ترسم مدافعنا بالمتجهه صوبه، ترسم مدافعنا بالمتجهه صوبه، وغيرته عرق قصة المتروس حوضه، وغيرته عرق قصة المتروس ما دنت نبلة لابوها تلجم، من الصبح لليل تحكي، بعد ما دنت نبلة لابوها تلجم، من الصبح لليل قاعدة بارك الله بيك. قاعدة بباب الخيم وجه ابوها من الصبح لليل تحكي ويا الرسيم،
وبلحيته ومنحره دنك تشي من الصبح من الصبح خادمك وبلحي علامات اليتيم بي الموفق محمد هادي الفهداوي. علامات اليتيم بي بدت يا والدي وساسي بدت يا والدي وساسي. منين بدت؟ بدت يا والدي وساسي من جاني عم بوسكينه ومسح بيده على راسي ومسح النفس بالقوة جرن النفس بالقوة جرن شجرن عقبك انفاسي تظل ويا الرسم تحكي حكي ما يدرك احساسي حكي ما يدرك احساسي. يا قصيدة ويا شعر يوصف ألمها يا قصيدة ويا شعر يوصف ألمها جارح جنها وشاب على حسين عمها جارح جنها وشاب على حسين عمها حزن كل رسومها وما تبتسم من الصبح لليل تحكي ويا الرسم. الله الله حزن كل رسومها تبتسم من الصبح لليل تحكي قاعدة 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 باب. اي جوابك بارك الله بيك يشفع لك مسلم ان شاء الله. قاعدة قاعدة باب الخيام الله الله من الصبح الله وبلحي خادم لك من الصبح لليل تحكي ويا الرسيم علامات اليتيم بي علامات اليتيم بي بدت يا والدي وساسي بدت يا والدي وساسي من جاني عم ابو سكينه من جاني عم ابو سكينه ومسح بيده على راسي ومسح بيده النفس بالقوة جرن النفس بالقوة جرن شجرن عقبك انفاسي تظل ويا الرسم تحكي حكي ما يدرك احساسي حكي ما يا قصيدة ويا شعر يوصف ألمها يا قصيدة ويا شعر يوصف ألمها
جارح جنها وشاب على حسين عمها، جارح جنها وشاب حزن كل رسومها وما تبتسم، من الصبح لليل تحكي والرسم. حزن كل رسومها، حزن كل رسوم ما تبتسم، من الصبح لليل. هسه إلى قاعدة بباب الخير، قاعدة بارك الله بيك. من الصبح لليل وبلحيته ومنحر الدل اكتشم. من الصبح رقية وسكنة جليها، رقية وسكنة جليها، يواسن بمصيبتها، يواسنها بمصيبتها. ورقية ناحتي وياها لأن محنتها محنتها، لأن محنتها جريح شابك جارح وقفا، جريح شابك جارح وقفا، جرت كل وحدة دمعتها ربان والطيبة ربتهن سوا وصارت حبيبتها، سوا وصارت حبيب. تصيح ابوي يتأخر وما رد لي، تصيح ابوي يتأخر من تريدي تقوم تمشي تكبر قي، من تريدي تقوم تمشي تصيح ابوي يتأخر وما رد لي، من تريدي تقوم تمشي تكبر قيه، من المصيبة تطيح ما تملك عزيم، من الصبح لليل تحشي من المصيبة تطيح ما تملك عزيم، من الصبح لليل تحكي والرسم. هسألك قاعدة بباب الخير وجه ابو بارك الله بك، قاعدة وجه ابوها الله، من الصبح لليل تحكي ويا الرسيم وبلحيته، من الصبح من الصبح جاه أحمد يصبرها، جاه أحمد يصبرها، أخوها ودمعته بعين، جاه أحمد يصبرها، أخوها ودمعته بعين،
قعد يمها وحكى وياها وشبقها واخلف يمينه شبقها نهار رسمي على شفافه نهار رسمي على شفافه يقلها من ترسمينه نهار رسمي على شفافه يقلها من ترسمينه انذبح ضامي بوطن غروب انذبح ضامي وطن غربة وحق الغالب وسكينة وحق عالتراب تخلي خدها شقد حنينة عالتراب تخلي خدها شقد حنينة وتحكي ويل رسم بويا رد علينا وتحكي ويل رسم بويا رد رحمة ما عند الجمر ما يلزم من الصبح لليل تحكي ويل رسم رحمة ما عنده رحمة ما عند الجمر ما يلزم من الصبح لليل هسه إليك قاعدة بباب الخيام ترسم حنينة وجبوها وتبكي وتبوسها بوريدة قاعدة بباب الخيام ترسم حنينة وجبوها وتبكي وتبوسها بوريدة من الصبح حرج دنك تشي من الصبح الله وبلح ما قصرت يا مسلم لا تهم تراهم مسلم يا مسلم لا تراهم مسلم يا مسلم تراهم مسلم يا مسلم لا تهم عينك يا مسلم لا تهم تراهم يا مسلم لا تهم تراهم يا مسلم لا تهم تراهم مسلم يا مسلم مسلم لا تهم تراها بعد يا مسلم لا تهم تراها يا مسلم لا تهم تراها يا مسلم لا بعد مسلم يا مسلم لا تهم تراها يا مسلم بعد نشمي يستاهل ابو حميده يا مسلم لا تهم تراها مسلم يا مسلم لا تهم تراها بعد نشمي نشمي يا مسلم لا تهم تراهم مسلم يا مسلم بعد يا انت صلاتك تهز القاع بهم انت صلاتك تهز القاع بهم كافي منك بس لو انت نوى عليهم
كافي منك بس وانتنوا عليهم سيوفهم ترجف يا مسلم بين ايديهم سيوفهم ترجف يا مسلم بين ايديهم من الرعب والخوف ما تسمع داويهم من الرعب والخوف ما تسمع داويهم يخافون يا شهم يعرفون تنتقم يخافون يا شهم تنتقم يا مسلم لا تهم تراهم بعد انت صولتك تهز القاع بهم انت صولتك تهز القاع بهم كافي منك بس لو انتنوا عليهم سيوفهم ترجف يا مسلم بين ايديهم سيوفهم ترجف يا مسلم بين ايديهم من الرعب والخوف ما تسمع داويهم من الرعب والخوف ما تسمع داويهم يخافون يا شهم يخافون يا شهم يعرفون تنتقم يعرفون تنتقم يا مسلم لا تراهم مسلم بعد تراهم يا مسلم لا تهم تراهم ناصر الدين انت مسلم عالي صيتك ناصر الدين انت مسلم عالي صيتك كل رجال الكوفة ما تملك حميتك كل رجال الكوفة ما بعد كل رجال الكوفة ما وقتك انذلوا تراهم من مشيتك وقتك انذلوا تراهم من مشيتك عدل دربك تمشي وبايدك منيتك عدل دربك تمشي وبايدك منيتك الك صوت يعتلي تنادي يا علي الك صوت الك صوت ويا خانك ينادي الك صوت الك صوت خلي سجلك مسلمي الك صوت ينادي الك صوت تنادي او يا مسلم لا تهم تراهم مسلم يا مسلم لا تهم تراهم ناصر الدين انت مسلم عالي صيتك محمد هادي العقابي ناصر الدين انت مسلم عالي صيتك كل رجال الكوفة ما تملك حميتك وقتك انذلوا تراهم والمشيتك عدل دربك تمشي وبايدك منيتك عدل دربك تمشي وبايدك إلك صوت يعتني تنادي يا علي إلك صوت